السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا ثلاثة ديال المواهب اللي قررت باش غتمثل المنتخب المغربي واللي رفضت بلجيكا وهولندا. نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باش تقنع ثلاث مواهب باش تمثل المنتخب المغربي عوض المنتخب ديال بلجيكا وهولندا الفئة ديال الشباب. وعلمت بعض المصادر أن فيصل المزياني القائد ديال نادي جينك البلجيكي اللي أقل من 17 سنة اللي اختار باش يمثل المنتخب المغربي واعتذر عن الالتحاق بالتجمع ديال منتخب بلجيكا للشباب اللي مقرر غادي يتنظم في هذا الأسبوع المقبل بعد ما وصلته الدعوة من المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة. وحسب نفس المصادر فإن عمر المكاوي المدافع ديال نادي ناك باريدا الهولندي بالدور ديالو قرر باش يحمل القميص ديال المنتخب المغربي رغم الاستدعاء ديالو باش يلتحق بالتجمع الجديد ديال المنتخب ديال هولندا للشباب، الا انه اعتذر صرح بانه قبل الدعوه ديال الجامعه الملكيه المغربيه. وكما ان الموهبه ديال نادي اياكس امستردام الهولندي شاهين فان بوهايمان بالدور ديالو رفض الالتحاق بالمنتخب الشباب الطواحين بعد ما انهى الاجراءات ديال تغيير الجنسيه ديالو الرياضيه من الهولنديه للمغربيه، وبات دابا جاهزا رسميا للدفاع عن الالوان القميص المغربي. يشار الى ان المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة اللي غادي يخوض المعسكر إعدادية الأسبوع القادم في الفترة ما بين 20 و 28 مارس الجاري بمركب محمد السادس الدولي بمعمورة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.